لكرة اليد للبالغين دون 21 عاما. شباب من مختلف الدول ذهبوا ليمثلوا بلدانهم في لعبة كرة اليد. من بين المنتخبات المشاركة المنتخب الوطني الجزائري الذي تنافس مع نظرائه من بينهم المنتخب البولندي. انتهت المباراة الأخيرة بخسارته أمام بولندا ب46 نقطة مقابل 23. هذا جانب من المباراة، لكن الفريق كان ناقصا. أتحدث عن الفريق الجزائري، لم يكن كاملا لأنه هناك لاعبان تغيبا عن المباراة: نور الدين فطيسة البالغ من العمر 21 عاما، وعدلان شايب عمره 19 سنة. أين ذهبا؟ بحث الجميع عنهما، حتى في غرفتيهما لم يجدوا سوى الأغراض. رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد قالت للصحافة: البعثة الجزائرية سجلت اختفاء اللاعبين من صفوف الفريق وقامت بإبلاغ السلطات في الجزائر والشرطة الألمانية المختصة إقليميا. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فرار أو تخلف اللاعبين أو اختفاء؟ محمد قال لك: إلى متى ستظل البلدان مكانا غير صالح للحياة في نظر أبنائها؟ الكثيرون يضحون بأنفسهم من أجل حياة أوروبية كريمة. رشيد الفلالي: الهروب لمن استطاع إليه سبيلا، كما أنها فرصة لا تعوض وقد اغتنمها هؤلاء اللاعبون الجزائريون. قد المستفيد الأكبر من هذه البطولة هم ذوك زوج اللي هربوا بصحتهم. أسامة: كارثة مستوى كرة اليد الجزائرية في الحضيض بسبب سوء تسيير المسؤولين الفاشلين وغياب التكوين والاهتمام بالشبان. صحيفة بيلد الألمانية رجحت أن يتقدم ثنائي المنتخب الجزائري لكرة اليد للشباب بطلب لجوء للسلطات في ألمانيا. الصحيفة طلبت من المدرب الجزائري عبد الرحمن حاج حمدري التعليق على الموضوع، فقال: أنا مسؤول فقط عن الرياضة، لست مسؤولا عن أي شيء آخر.